وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قرر يسالي المهام ديال واحد رجل السلطة اللي كان على رأس قيادة تغزوت نايت عطا. هذا المسؤول غيتلاحق دابا بالعمالة ديال تنغير ولكن بلا مهمة، وفي بلاصتو تكلف نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية في نفس العمالة باش يقوم بالمهام ديال القائد. مصدر من جريدة هسبريس الإلكترونية وضح باللي القرار ديال الوزير ديال الداخلية مرتبط بزاف ديال التقارير اللي دارت على هذا رجل السلطة اللي تحيد من مهامه، وأشار المصدر باللي السيد المعني بالأمر اللي تحول للعمالة بلا مهمة كان موضوع لعدة شكايات وتقارير. خاصنا نذكروا باللي وزارة الداخلية كانت حلات تحقيق قبل على الشكايات اللي وصلتها من المواطنين في هذه القيادة، وتوجه ليه حتى استفسار بخصوص واحد الواقعة وقعت في آخر شهر ماي اللي فات في نعت واحد الشايب بالحمار، وهذا الشيء وقع خلال واحد التدخل كان في قافلة طبية مخصصة لخدمة الساكنة المحلية. الفيديو اللي تصور في هذيك القافلة الطبية بين الشايب وهو متأثر بزاف بهذا الوصف اللي كيهين، ولكن بعض العناصر ديال القوات المساعدة حاولوا يهدئوا الوضع ويرادوا الرجل المسن، وهذا السلوك المهني والأخلاقي عجب بزاف ديال الناس اللي شافوا الواقعة. الحادثة ديال هذا المسؤول الترابي اللي سب الشايب بالحمار دارت موجة ديال الغضب بين الفاعلين الجمعويين والحقوقيين اللي اعتبروا باللي هادشي اللي دار القائد هو سلوك مهين وما كيليقش بمسؤول إداري اللي خاصو يخدم المواطن ماشي يتسلط عليه. هاد الفاعلين قالوا باللي هاد الممارسات كتبين تجاوز في استعمال السلطة خصوصا في مناطق اللي كتعتبر مهمشة من الناحية التنموية والاقتصادية، وهادشي كيزيد من الشعور ديال المواطنين بالغبن والتهميش. ما تنساش الاشتراك في القناة باش توصل بكل جديد.